بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتتبعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال، فبعد غياب دام أكثر من شهرين يسعدني أن أعود إليكم وأدعوكم لنبحر معا مرة جديدة في معاني بعض الأمثال الشعبية المغربية باعتبارها موروثا ثقافيا شفهيا، والتي لا تخلو من معاني وعظات وحكم وعبر. وسنتطرق بحول الله إلى شرح الأمثال الشعبية التالية. أولا مسمار جحا، ثم المثل الذي جاء فيه ديب غير ديب وخا تعطيه الحليب. ثالثا اللهم التمن والراحة ولا الشعير والفضيحة. رابعا الفم مسدود ما دخلته دبانة. خامسا الله يجعل الغفلة بين البائع والشاري. المثل السادس عاش في البرطال ما يتقدد. والمثل السابع قال له فين مشات امك جحا؟ قال له مشات تصب للناس وديالها ذكرت عليه. المثل الثامن الذي سنتطرق إليه بحول الله بالشرح: زغنت له الدبانة في الراس، أو زغنت له الدبانة في راسه. والمثل الأخير وهو وصال السكين أو الموس اللعظم. ونبدأ بالمثل الشائع مسمار جحا. فأصل المثل جاء من قصة جحا الذي كان يملك دارا وأراد أن يبيعها دون أن يتركها نهائيا، وهكذا استعمل جحا دهاءه فوضع شرطا على الشاري، وهو أن يترك لجحا مسمارا في الحائط داخل البيت، فوافق المشتري على هذا الشرط. وبعد أيام طرق جحا الباب ففتح له الشاري ورحب به وسأله عما يريد، فأخبره أنه يريد الاطمئنان على مسماره. وعندما طالت مدة مكث جحا داخل الدار سأله صاحب البيت عن ماذا يبقيه حتى الآن، فأجابه أنه يريد النوم تحت ظل مسماره. وهكذا تكررت الحكاية بين جحا والمشتري حتى ضاقت الحال بالمشتري المسكين، فترك البيت بما فيه لجحا وهرب بنفسه من ثقل دم جحا ومسماره. وهكذا صار هذا المثل من الأمثال والحكم الشعبية التي تضرب في اتخاذ الحجة الضعيفة لتحقيق الهدف، ولو كان ذلك بالباطل. وما أكثر من يتخذ الحجة الواهية لتحقيق أطماع نفسه. ومن الأمثلة الشعبية المعروفة والتي أصلها حكاية كذلك من الحكاية القديمة نجد المثل الذي يقول ديب غير ديب وخا تعطيه الحليب. ويحكى أن امرأة عثرت على ذئب صغير وربته مع شياهها، لكن الذئب لما كبر قتل وأكل ذات ليلة نعاجها كلها. والمغزى من هذا المثل هو أن الماكر يبقى ماكرا حتى وإن ربيته في كنفك كأحد أبنائك أو عاملته أحسن معاملة. وقريبا من هذا المعنى نجد قول عبد الرحمن المجدوب الذي يقول فيه: ولد الناس لا تربيه يكبر ويرجع الناس، حيط الرمل لا تعليه يطيح ويرجع لساسه. وهناك أمثال إذا أمعنا فيها النظر نجدها سلبية أكثر منها إيجابية. ومن هذه الأمثلة المثل الذي جاء فيه اللهم التمن الراحة ولا الشعير والفضيحة. فهذا مثل يضرب على لسان حيوان صبور ولا يبالي بالتعب والكد، لكنه مثل من الأمثال الشعبية التي نجدها تحث دون أن ندري على الكسل والتواكل وعدم السعي دائما في الأرض للعمل والمثابرة لتحقيق الذات والخروج من دوامة الفقر والجهل والحصول على الأفضل. قد تكون مثل هذه الأمثال جاءت في سياق معين في حينها، لكننا حين نمعن النظر كما قلنا نجد فيها سلبيات كثيرة.
ومثل هذه الأمثال كثير، منها المثل الذي جاء فيه الله يجعل الغفلة بالبيع والشاري، وهو مثل جاء على صيغة دعاء، فكأنما يشجع على الغبن والتدليس، وهي من العيوب التي تبطل العقود. وقد يفيد هذا المثل كذلك الحظ على الغش وغيره. مثل آخر جاء فيه الفم المسدود مدخلة الدبانة، ويقابله المثل العربي إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. فأحيانا يمكن أن يكون هذا المثل حاضرا في مجالس اللغو بمعناه الإيجابي حين يكون التزام الصمت أفضل، ولكنه يصبح سلبيا ومذموما عندما نلتزم الصمت والأمر يتعلق بالنهي عن المنكر أو المجاهرة بالحق. فيحق أن نقول حينئذ المثل القائل الساكت عن الحق شيطان أخرس. ومن الأمثال الشعبية السائرة على ألسن الناس نجد المثل القائل آش في البرطال ما يتجدد. وكما نعرف جميعا البرطل طائر صغير ونحيف لا يسمن ولا يغني من جوع، فكيف يمكن أن ندخر جزءا منه على شكل قديم؟ وهناك مثال أقرب منه وهو اللحية قليلة والنتافة منها، وهو يرمز أيضا إلى الشيء القليل الذي نطمع في تجزيئه أو توزيعه. من الأمثال الشعبية كذلك قال له فين مشات أمك أجحة؟ قال له مشات تصب للناس وديالها كرت عليه. هذا المثل يقال في من يذهب إلى قضاء أغراض الناس ومآربهم ويهمل شغله وما هو في حاجة إليه، وهذا ليس بالصواب، فمن الأولى إعطاء الأولوية لما هو أولى، وكما نقول في المثل اللهم ارحمني وعاد والدي. مثل آخر من الأمثلة الشعبية وهو زغننت له الدبانة في راسه، أو نقول بعض الأحيان زغنت لك الدبانة في راسك. يقال المثل في تحذير من يريد القيام بعمل أو يقدم على أمر تكون عاقبته غير محمودة عليه لتنهاه عن القيام بذلك، وتنصحه بالتخلي عن الفكرة التي تروج في ذهنه كأنها ذبابة تطن بطنينها في رأسه وتجعله غير قادر على التمييز واستعمال العقل. ونختم بالمثل القائل وصال السكين أو الموس للعظم. يضرب هذا المثل في من أعياه الصبر على ظلم أو حيف يتعرض له ولم يعد يطق تحمل المزيد، أو في من بلغ من الضيق أو الفقر والعوز مبلغه ولم تعد له طاقة على الصبر، فصار يشكو حاله أو عجزه ويقول الله غالب وصال سكر العظم. نتمنى أن تكون هذه الأمثال وما قدمناه من شرح لمعانيها قد راقت لكم، ونشكركم على حسن تتبعكم دائما وتواصلكم، وإلى اللقاء في حلقة أخرى مع مجموعة من أمثال جديدة إن شاء الله. أشكركم مجددا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.